اليوم كنحتفلوا الى جانب الاتحاد الوطني للشغل المغرب بالذكرى ديال فاتح ماي اللي كتحتفل بها الطبقه الشغيله في العالم كامل. طبعا هذه السنه الاحتفال به عنده ميزه خاصه، وهو انه مطبوع بالغلاء الفاحش ديال الاسعار وارتفاع كلفه المعيشه على المواطنين. للاسف الشديد في الوقت اللي كنا محتاجين لحكومه قويه من اجل ان تجابه هذا الغلاء الفاحش في الاسعار، نجد انفسنا امام حكومه ضعيفه عاجزه عن الالتزام ببرنامجها الحكومي الذي سطرته ووافق عليه البرلمان وصدق عليه. هذه الحكومه وعدت بزياده في الاجور، وعدت بزياده في رجال التعليم 2500 درهم، وعدت بزياده في التغطيه ديال الاطفال اللي في المدارس 300 درهم، وعدت بمدخول ديال الكرامه بالنسبه للناس اللي عندهم 65 سنه المسنين ما بين 400 حتى 1000 درهم. للاسف هذه الحكومه عجزت عن الوفاء بكافه التزاماتها، ولذلك إذا كانت هذه الحكومة عاجزة وغير قادرة فما عليها إلا أن تقدم استقالتها وأن نعود إلى الشعب المغربي في انتخابات جديدة لاختيار من يحكمه ولاختيار من يتخذ القرارات اللازمة. المغاربة محتاجين لحكومة قوية عندها مصداقية اللي يثيقوا فيها، وإلا فإن هذه الحكومة ديال الشركات الحكومة ديال أرباب المصالح اللي كتحمي المصالح ديالها فقط واللي عايشه في تضارب المصالح ما يمكن لهاش تستجيب للمطالب ديال الشعب المغربي، وما عليها الا ان تقدم استقالتها وان نعود مره اخرى الى الشعب المغربي. نبارك اليوم الاممي، نبارك اليوم الاممي لكل العاملين والعاملات والشغيله سواء في القطاع ديال الصحه او التعليم وفي كل القطاعات. هذا يوم عيد ولكنه عيد استثنائي للاسف نعيش فيه على وقع يعني غلاء الاسعار، على وقع التراجعات على المستوى الاجتماعي بالنسبه للقدره الشرائيه للمواطنين. وبهذه المناسبه نوجه يعني الكلام للحكومه الحاليه التي يعني راكمت تضخم للاسف على مستوى الثروات الخاصه في اطار زواج المال بالسلطه وفي اطار يعني تضارب المصالح، تضخم في الوعود، تضخم في كل شيء الا بحقوق الناس والا بحقوق القدره الشرائيه للمواطنات والمواطنين الذين يعيشون على وطأة الغلاء ديال الاسعار. لهذا نقول ان هذا العيد عيد استثنائي بامتياز، لان فيه تراجعات خطيره على مستوى يعني الحمايه الاجتماعيه اللي هذه الحكومه هذه كتطبل بها وكتقول بانها جابت الحمايه الاجتماعيه. فنتمنى انها تتكلم لنا غير على برنامج تيسير، تتكلم لنا على الحقوق ديال النساء الارامل اللي كانوا كيستافدوا في الولايات السابقه من الدعم الخاص بهذوك اليتامى. اليوم في اطار هذاك السجل الاجتماعي الموحد والخروقات التي شابته والتزوير الذي شابه، لان الناس كانت يعني كيفاق الشخص اليوم كيفاق يلقى راسو عنده مهنه ما عنده حتى علاقه بها، وهذا نشبه كثيرا ونقول بانه هذا فيه ترضي وفيه تلاعب. وهناك وعود قدمتها الحكومه لا على مستوى الحمله الانتخابيه ولا على مستوى يعني البرنامج الحكومي ديالها ولم تفي بهذه الوعود. فنقول لها كفى من استغلال السكوت ديال المواطنين. المواطن تقهر، المواطن وصلت له العظم، المواطن ما بقاش قادر يتحمل. فنتمنى ان هذه الحكومه هذه ان تستفيق من السبات ديالها وانها تراعي اولا وجه الله في هاد الناس هادو وفي هاد الشعب هذا. والشعب المغربي معروف انه صبار، ولكن الا مشى التناض وقف ما يقدر حتى شي واحد يوقفه. فكنتمناو ان هذه الحكومه تراعي هذا السلم الاجتماعي وتراعي الاستقرار ديال البلد ديالنا وتراعي المسؤوليه وتحيي الضمير ديالها من اجل انها تؤدي الواجب ديالها امام الساكن امام يعني المواطنات والمواطنين. نقول لكل العاملات والعمال عيدكم سعيد رغم هذه الجراح ورغم هذه يعني الاحلام التي لم تتحقق، ونتمنى ان نحقق كل هذه الاحلام بالنضال وبالكفاح وبالوحده